بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوت السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة صاد 4K تيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى من أي واحد كيشوف القناة لأول مرة يشترك بها ويفعل الجرس باش يوصلوا الإشعارات، وإن شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا عائلة ونستافدوا كاملين من خلال هذه المنصة. هذه القناة درتها اليوم، مازال باقي فيها حتى شي أبوني، اشتركوا بها وإن شاء الله الرحمن الرحيم كذلك تنشروا لي الرابط ديالها وتوصل. هاد القناة الخوت غادي نركزوا فيها على الشأن المحلي والدفاع عن الوطن والدفاع على كرة القدم خاصة بطرق يعني مزيانة، وغادي نديروا فيها ملخصات، نديروا فيها بزاف د الحوايج، نديروا فيها ردود أفعال، فكونوا في الموعد وما تشوفين. خوكم عبد الله إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يدير لكم واحد المحتوى محترم تفرجوا فيه مع من كنتم، والديكم، خوتكم، وليداتكم، أصدقائكم، بلا حشمة بلا حياة بلا حتى شي حاجة، يعني ما فيهاش شي حاجه مخله للادب. ما تحشمش، تفرج مرتاح، راسك مرفوع اخويا واختي. اخواني الكرام، نبقاو في المجال ديال كره القدم. كيف ما كتعرفوا على ان مصر كنا كنسلخوهم دائما هاد السنتين، سلخناهم، كاين 6-0 5 الى اخره. تخيل علاش؟ لان كنلعبوا في اماكن محايده، كاينين مخرجين مباريات مزيانين، كاين حكام مزيان، كاين فار مزيان، يعني كنسلخوهم. علاش؟ حيت حنا كنلعبوا كره نقيه وما فيناش ديك الطرق الملتويه، ما كنرشويو حد، ما كنجيبوا مخرجين مباريات شفاره، ما كنجيبوا حكام الى اخره، فار مرتشي الى اخره. مصر كتوعدنا باي طريقه غادي دي هذا النصف النهائي، واللي غادي يجمع بين الفئه العمريه تحت 20 سنه ديال اسود الاطلس. انا ما كنقولش اشبال، هادو اسود الاطلس. كذلك غادي يجمع بين المنتخب المصري لنفس الفئه العمريه. كيتوعدوا اعلام، كيتوعدوا كل شيء من خلال المواقع، بزاف د الحوايج، لكن الغريب في الامر انهم غادي يتصدموا حسب ما سمعت، حسب ما شفت من خلال هذا الرياكشن ديال واحد المصري حر وكذلك واحد الجزائري حر. اكدوا على ان السيل رجع تدخل وبدلوا الحكم وبدلوا المخرج. حكم الحمد لله تبدل. الخطير في الامر هو المخرج الاخوان، نركز عليه. علاش؟ بعض غيسولني علاش ركزتي على المخرج؟ واش كتعقلوا الخوت العام اللي فات نهضت بركان مع الزمالك او نهضت بركان ضد الزمالك؟ اشنو وقع؟ حاله وحده تحكيميه غادي نركز عليها، هي البينالتي. المخرج والله ما رجع عليه، ونتحدى اي واحد، وكاين كل شيء يمكن لكم ترجعوا تشوفوا الفيديوهات وتقلبوا على الظلم التحكيمي اللي تعرضت ليه نهضت بركان. والله ما رجع المخرج. شوف راه يمكن المخرج يبدل لك المسار ديال هذاك الماتش، يكون في صالح ديال واحد الفريق يولي ضد هذاك الفريق، بهذيك الطريقه اللي كيدير المخرج. يعني ما كيركزش. علاش؟ لانه خاصو يرجع لهذيك ضربه الجزاء ويشوف هذيك اللقطه وتعاود، باش حتى الناس في الاعلام يشوفوها، كذلك الناس ديال الفار يشوفوها. الفار راه ما فهمش انا، هذا الفار هو ما شافهاش، ما فهمش انا. واش الحكم ما كيشوفش؟ الفار ما كيشوفش؟ المخرج ما كيشوفش؟ المخرج حتى هو راه خاصو يبقى يعاود ويكون محايد ويقول ويهضر ويتكلم ويتحدث بزاف. يعني بغيتو تدو باي طريقه الكؤوس. شوف كونوا على يقين، واحد 8 ولا 10 كؤوس داوم لينا الناس ديال مصر غير تخوفيش، غير تخروي. وراه قال لي مناحي بلا ما نذكركم، العب معايا كورة سيدي، خرج معايا التيران، مويلو مايو، وعرق ليا المايو المعلم. جبد لي عندك شي حاجه في قلبك، ماشي اشنو في شكارتك. ما تجبدش الفلوس والرشاوي الى اخره الى اخره، وتعين حكام وتعين. عاشت المملكه المغربيه ولا عاش من هانا. الخوت كنحيي جميع الفئات العمريه ديال كره القدم، تبارك الله عليهم. حنا الحمد لله دزنا لكاس العالم، صافي راه تاهلنا 17 20. الكبار راه بقات لهم خطوه، قول بحال دايزين صافي، هذوك اعتبروا ان شاء الله دايزين. وهادشي راه ما مصروش للبعض، بلا ما نقول الاسامي ديال شي دول، راه ما كينعسوش، كتجي من الطياره. هادشي حسدا، راه واخا يقول لك في الكومونتير اللهم بارك انا اشجعكم، انا شوف انا ما كنديرش فتنه، كنقول لكم اللي كاين الواقع. راه كيحبنا الله عز وجل، والاقل الناس قلال اللي كيحبونا. اذا الخوت غادي نشوفوا بعدا الرياكشن ديال واحد اخ جزائري وواحد اخ مصري، ومن بعد لان للحديث بقيه، وما تنساوناش في الكومونتيرات. بقاو معايا الخوت. تعالوا بينا ندخل على الفيديو. تخيل معايا المغاربه كلهم خايفين جدا جدا من ايه يا عم امير؟ مش خايفين من مصر ولا خايفين من مواجهه المنتخب المصري، خايفين من التحكيم، خايفين من مخرج اللقاء، خايفين من اللي بيحصل من غش
كلنا شفنا نهضة بركان والزمالك السنة اللي فاتت في نهائي الكونفدرالية. كلنا شفنا المخرج المصري عمل ايه في اللقاء. كارثة كارثة، مرضيش انه يعيد اللقطة اللي فيها ضربة جزاء لنهضة بركان. فالنهاردة المغاربة كلهم بيطالبوا ان المخرج ما يكونش مصري وان التحكيم يكون عادل. كل المغاربة بيطالبوا بكده، والله العظيم من حقهم، من حقهم يطالبوا بكده، من حقهم يتكلموا بهذا الشكل. ليه؟ لان انا كأمير المصري عندي اتغلب ومش افوز بالتحكيم، لان انا لو فزت بالتحكيم كله هيفضل يذل فيا. انت فزتوا بالتحكيم ورحتوا للنهائي بالتحكيم ومش عارف ايه، لا انا عندي اخسر يا عم واطلع بكرامتي ولا اني افوز بالتحكيم. عندي اطلع كده ومش افوز بالتحكيم، بالنسبه لي انا كده فل. ان شاء الله نشوف مباراه كبيره. تعالوا مع بعض نتفرج على الفيديو ده وبعد كده نكمل كلامنا. اسمع معايا. تسمعوا هذه ديال جواد باده، والله من البارح وانا نضحك. هذا الفيديو تقريبا عاودت لهم شحال من مره. سمعوا يا سي الحكم وصافي، اللقطة واضحة، هذه الإعادة مجددا. بقينا ياخذ وقته ويشوف. صافي مازال ياخذ وقته. والله الا جواد باده البارح اللي عبر عليه، البارح عبر عليه قتلو. بقينا هنا قاعدين يعني مازال كما قال له ياخذ وقته ويشوف. زيد المخرج، الناس لا هي في الكره هو لا هي في المدرجات، باش تعرف مع من راه القجع، باش يعرف القجع مع من راه. درك انا جيت ندير ميساج للقجع، يعني ما شاء الله عندك منتخبات متاهلين كاملين لكاس العالم، ما شاء الله الكره المغربيه في تطور معاك. بصح الميساج ديالي اليوم غادي يكون مختلف، يعني ميساج قوي. خصك تتحرك درك، خصك تتحرك في الكواليس، خصك تضرب مع المصريين، لانه المصريين المقابله هذه ديال نصف النهايه راك شفت كي داروا مع الغانيين. انا شفت المقابله ديال كملت ضربات الجزاء ديال الغانيين، ولا كنا عايشين مع المنتخب المغربي لان كانت مقابله في وقت واحد. ولكن باش تشوف الخوف ديال المصريين في المقابله ديالهم مع غانا، هنا تعرف بالله خبثاء. لانه ضربه جزاء اللي شدها الحارس ديال مصر راه خارج الخط، نقص قبل الخط بشحال مساكين، وحقروا هذوك الغانيين، حقروهم بهذيك الاخر ديالهم والاندفاع والخبث الكروي. عندهم واحد الخبث الكروي. انا فوزيك خصك تحرر في الكواليس. اول حاجه المخرج خصك تزير عليه، يجيب مخرج اخر، لانه المخرج ما يعاودش اللقطات. المخرج هلك المنتخب المغربي، كان غادي يهلكو، باغي باش يخرجه بالسيف، باغي يخرج لانه المخرجين معروفين خبثاء ديال المخرجين في الكره، خبثاء في الكره. هاد المخرجين هادو خاصهم معامله اخرى، وخاص القجع ينبه لاكاف ويصيفط لهم ايميل، ولا اصلا هو راه النائب ديال لاكاف نورمالمون خاصو ينبههم على ينبه اللجنه المنظمه على التجاوزات اللي داروها البارح في حق المنتخب المغربي. اول حاجه في التحكيم صيفطوا لهم حكم باغي ما باغي يجري على المغرب صحه وما كلاتلوش، والحمد لله يعني المغاربه شرفاء وفاتوا يعني بكره. وزيد كان باغي البارح المخرج عايش غير في المدرجات، لانه باش تعرف المخرجين المصريين راسهم ما شافيه متبع غير ما لا حول ولا قوه. انسان نكونوا رجال ونقولوا لنا المقابله، واختيكم بهذاك الشيء ديال ما نعرف نقول شي حاجه كبيره.